ليس حزب قومي، هو حزب الطائفي، بل رئيسه السابق يقول هو حرس اسرائيل. ما يهمنا اي اشكال، يهمك هو الحزب الوحيد الذي هزم اسرائيل. لا كلام فارغ هذا، هو الحزب الوحيد. هم اسمعني انا اسرائيل، اسمعني انا وقتي دوري انا اذا سمحت. الحزب الوحيد الذي دمر لبنان اولا ليس حزبا عربيا، انما حزب الطائفي لولايه الفقيه، يد الضاربه لولايه الفقيه، ليس حزبا عربيا. لو كان حزب عربي كان ياخذ مساعدات من القوميه العربيه، ياخذ مساعدات من ايران، ليس من هذا واحد. ثانيا ايش المشكله يعني يجمل صوره الشيعة بعدما صوره الشيعة ظهرت بشارع تعرف واعتذر من الشيعة، يعني اقصد اصابات الطائفيه اللي تحكم ايران وما يتبدأ تشيع حتى لو هنا عامه الشيعة لا سمح الله. هذه الاصابات ايش المشكله يعني تساعد حزب الله ولا غير حزب الله؟ المهم تصل الى هدفها. دمرت لبنان بشان اخيرين، نعم دمرت لبنان، ولكن هل حزب الله تنفذ السياسه الايرانيه ولا تنفذ السياسه اللبنانيه؟ تنفذ السياسه الايرانيه. كلما حرب كلامي بين امريكا وايران نفس الشيء، ومقتدى صدر نفس الشيء. اذا هم ايادي ايرانيه. ايران سكتت، مقتدى صدر ابطلت 6 اشهر